بصي ما شاء الله، اتفرجي هنا. حصريا انا جبتها لكم، وانا لسه هرغي. تعالي اقعدي. انا جيت. هي دي اللي تسالوا عليكي. ايوه، كانت بتسجلي المكالمه عشان لو شعرها وقع هتقضيني. ميرسي يا دعاء، ميرسي. المكالمه لسه عندي ميرسي، والله. ميرسي. المكالمه لسه اسمعها لك. استني دلوقتي، في مشاكل هنا، في مشاكل. استنى ساعه قولي. اوريك يلا. المشاكل. هتصدمي، انا ما قدرتش بصراحه اجاوب على ده كل ما ده. شاء الله مسجات كتير قوي. عملت فين؟ انا شعري اتقصف، هينفع له ايه؟ انا شعري كله وقع، انا ما عنديش شعر اصلا. الحقيني والنبي، انا عروسه فاضل على فرحي 3 شهور. حسب الله ونعم الوكيل في كل واحده بتاع بطاطا. بصي بقى، بصي دي هتصدمك. ثانيه، راحت فين؟ ما شاء الله، بصي ما شاء الله، اتفرجي هنا. يا دنداني اللي والله عذبني حبك يا روح الروح، عذبني ايه والله، انا جاني وويلة. خلاص ما بقاش في مخ. احنا هنحط شعري في البدايه خالص، والمرحله بعد اول جلسه احنا لك هنحطه الحمد. قبل اول جلسه، وبعد تاني جلسه هما الجلستين ووصل شعري المرحله دي. وطبعا قولي لهم على موضوع الاهتمام، علشان هما فاكرين انك انت بتعملي لهم الشعر لا. تقفي كده. التريتمنت الصح اولا ما يبصش من اي حاجه انت هتعمليها. هتعملي مثلا حنه، هتعملي ماسكات، هتستخدمي سبريهات وحمامات زيوت، تستخدمي كل حاجه بعد ما تعملي تريتمنت معايا. عايزه اقول لكم ان الحاجات دي كل ما تشتغلي على شعرك كل ما النتيجه تبقى احسن واحسن واحسن. انا بيجيلي شعور متدمره من بره حرفيا، انا ماليش دعوه مين اللي اشتغل لهم، انا بره عني الموضوع ده خالص. بس هي الفكره ان التريتمنت ده والعلاج بتاع الشعر ده بالحراره ده عايز حد فاهم كويس جدا حقيقي. احنا اوقات ما بنشتغل شعر تمام مش بيبقى راضي يفرد معايا 100%، ما بتكاش عليه بالمكوى ولا بحط مواد فيها فورمالين او فيها احماض امينيه عاليه، عشان اهم حاجه ان العميله تبقى طالعه مبسوطه. شعري اتفرد 100%، بس بعد كده انت اللي بتشيلي، بعد كده انت اللي بتعاني من تقطيم الشعر. ما كانتش حاله دعاء دي اول حاله تجيلي، انا طول عمري بشتغل شعور متدمره من بره وبصلح وراهم. كنت واثقه، انا عارفه ان الشعر هيبقى المراحل بتاعته ايه، يعني هيتطور ازاي وهيتعالج ازاي. وقلت لها بعد ما تعملي تريتمنت يا دعاء اشتغلي على شعرك، اشتغلي خلطات زيوت طبيعيه وحنه سبريهات. الناس فاهمه انك انت بتصلحي الشعر، مش فاهمه انك انت بتاسسي الشعر.